الموظف في الجزائر مشهور باللي يروح للخدمة ما يروحش يخدم، دايما معصب وما راحش مليح. مشهور باللي ما يعرفش الوقت، وبسبة وبلا سبة، بمرض وبلا بمرض تلقاه يسكيفي ويغيب. مشهور بالتفنيين، ورا الغذا يحب يغيس، وكي يخرج في العشية يوصل عيان للدار وحاب يطيح، تقول كان يريب في حيط. مشهور باللي كي تجيه الشهر يفرح يومين ومن بعد تحكموا القنطة ويولي حزين. مشهور باللي يطفى في رمضان ويطفي الخدمة لورا العيد، وكي يقرب العيد يكملها بالبان ويغيب. مشهور باللي هو والمسؤول ديالو متفاهمين، قاريين الفيس وللعب مرقدين. والمرأة الموظفة مشهورة شكاية بكاية، فمي طيش وراسي يجيب، وتجيري في دارها من بعيد. واذا ما خرجتش ماتيرنيتي ميزون ديسبو ولا مالادي راهي تخمم في النهار اللي تخرج فيه. بصح الموظف هذا ماشي انسان وليد ناس يحب بلادو وعنده ضمير. بالك هذيك الوظيفة سرقت له حياته وعيشته في الموت البطيء. بالك راه يحس بالظلم وحقه ما راهش يديه، وكي يخدم ولا ما يخدمش كيف كيف. بالك راه يعاني من الروتين وساعات الخدمة الطويلة صباح وعشية، وزيد لها عذاب الطريق. محبس 8 سوايع ما يخرج لبرا ما يشوف واش راه يصير، وزيد يلعبوا له على المورال ويسوسوه بكلمة حلال دراهميك. اخي الموظف هذا عنده حياته الخاصة به، صحته، عائلته، ولادو، هواياته، قضياته، حاجاته، وحاب يعيش. والمرأة الموظفة ماشي حالها يا حليل، عايشة في مجتمع ذكوري ناقص معقد ومطلي بالتنوفيق. زعما داروا لها المساواة مع الموظف الراجل ونساو خدمتها كربة بيت، ما صابتها حتى من جهة. في الخدمة طلعوا لها بهذه المساواة وولات عيشة راجل، وفي الدار يستنوها بالورد والياسمين، الميناج راجلها، الذراري والطبيخ، هي وزهرها في الراجل. بالك يجي فاهم ورزين، وبالك هو البلاء العظيم. وهذاك المسؤول الصغير ماشي مسكين، من جهة لازم يطبق القوانين وهنا راح يربح العيب ويخلق جو ماشي مليح، ومن جهة الخدمة لازم تمشي وهنا لازم يساعف ويغمض عين. علاش ما يتبدلش قانون العمل ويولي 25 ساعة في الأسبوع، 5 سوايع في اليوم بنظام مناوبة، من 8 للوحدة ومن الوحدة للستة، ويتحط نظام خاص للمرأة الموظفة المزوجة وين تكون عندها الأولوية في التوقيت. والموظفين يتوزعوا بطريقة عقلانية وإذا تحتمت الموظف الجديد. وهكذا يوليو الإدارات والمؤسسات يخدموا من 8 تاع الصباح لل6 تاع العشية، ويولي كل مواطن كل موظف كامل فرحانين. وزيد الجزائري ما يهموش العطل الاخرين قد ما تهمو عطلة العيد الكبير والصغير، ماذا به عطلة تاع سمانة في كل عيد ويقدر يسمح في العطل الاخرين. الدولة على بالها بكل شيء، وباش تبدل هذا الوضع بين يوم وليلة شيء صعيب. بصح لازم تفتح نقاشات عامة وعلمية وتشاور المختصين. قضية كما هذه راح تنعكس على المجتمع كامل، من أسرة ومدرسة وقطاع خاص وبشكل كبير. الفايدة ماشي في السوايع تاع الخدمة كي تكون بزاف، الفايدة في الفعالية والمردود، والعبرة بالنتيجة والخواتيم. والأكيد أنه التوازن والراحة العقلية والنفسية للموظف، وبالخصوص للمرأة الخدامة اللي هي أساس البيت، راح يقيس الجميع بالخير.